زمان كان عندنا مشكلة غريبة، وهي ان الناس كانت بتحكم على الحاجة من قبل ما تجربها. يعني فيلم لسه نازل جديد اكيد وحش. ليه؟ عشان البوستر بتاعه مش قد كده. لعبة لسه نازلة جديدة ممكن تفشل، وده ليه ان شاء الله؟ عشان مش زي الالعاب اللي احنا متعودين عليها. بس الكلام ده كان زمان، دلوقتي المشكلة اتعكست. اي حاجة تنزل جديدة لازم تبقى ايقونية. يعني ايه ايقونية اصلا؟ لازم تعدي على الحاجة على الاقل سنتين 3 4 عشان نعرف اذا كانت ايقونية ولا لا. هو اي كلام بيتقال وخلاص. وبعدين اصلا العيال الصغيرة ما بقاش عندها حاجة حلوة، لازم الحاجة دي تبقى احسن حاجة حصلت في تاريخ البشرية بعد اكتشاف النار عشان تعجبهم. وبسبب كده بقينا عايشين وسط كمية حاجات واخدة اكبر من حجمها بشكل فظيع. ومن اكتر الحاجات اللي واخده اكبر من حجمها دلوقتي هي مدرسين الثانويه العامه. زمان كان المدرس بيجي يقعد على ترابيزه السفره، يتحط له الشاي والكيك، يقعد يشرح شويه، ياخد فلوس الحصه ويمشي. دلوقتي بقى اغلبهم واخدينها ستاند اب كوميدي. يا ده على البارد ابيض راسي بابيض. انا بقيت بستنى المستر يطلع على المسرح ويقول في حد هنا ما بيعرفش يا جماعه، في حد هنا ما بيعرفش. وبجد كميه الكوميديا اللي في الحصه بتبقى اكتر من الكوميديا اللي في حفلات مينا نادر. اخرج شويه يعني اشم نفسي، باذن الله لما النور يجي ان شاء الله نبقى نكمل المحاضره. اشوفكم على خير يا بطيختي يا صغننه، يا بطيختي يا صغننه، يا بطيختي يا صغننه. خالد صقر بيعتمد ان هو بيعمل رياكت على شويه احداث بتحصل عنده في الحصه، عشان طبعا يبان قد ايه هو عفوي ودمه خفيف ولسه صغير في السن وشباب، والكلام الجميل ده اللي بيعجب البنات اللي بياخدوا عنده في الحصه. بس مفيش حد تاني بيعجبه الكلام ده. حبيب قلبي بالهنا والشفا اللي بياكل اندومي يا حبيبي. حبيب قلبي بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. كمان فكرة ان انت ترمي افيه قدام العدد ده كله فكرة مرعبة اصلا. وبعدين هو ايه الاعداد دي؟ السناتر اصلا نفسها بقت واخدة اكبر من حجمها. يعني اصلا الدروس الخصوصية دي اتعملت عشان المستر يلم له 5 ولا 6 كده يحطهم في مكان ويقعد يشرح لهم، لان المفروض اساسا اننا من زمان مش بنفهم وسط الاعداد الكبيرة، ودي كانت فكرة الدرس من الاساس. بس الموضوع فضل يكبر 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 من مجموعة صغيرة لاننا نرجع لعدد الفصل تاني، مع ان في الاساس كانت اكبر مجموعة المفروض يبقى فيها 6 انفار. دلوقتي بقى عادي المدرس يشرح في استاد. يعني مثلا لو عدد الطلاب كلهم في السنة 100,000، فممكن المستر عادي يلمهم كلهم في مكان واحد ويقعد يشرح لهم. بقينا محتاجين استاد عشان الباقي يعرف يدي حصته. لعيب حريف وسريع وخفيف، هو النجم السفاح. يعني بجد بقى انا في سؤال هموت واساله، يعني لو في طالب فيه حاجه هو مش فاهمها المفروض يعمل ايه؟ لا المفروض يعمل ايه بجد؟ انتوا بقيتوا تكبروا اي حاجه يا جدعان، ها؟ وانا لسه عند كلامي ان في حلقه قريبه قوي عن المدرسين، وهتكلم على كل حاجه مضايقاني في القصه دي، ها؟ عشان بجد التيك توكرز المدرسين دول محتاجين حلقه لوحديهم. بروبين بروبان بيوتين بيوتان بنتين بنتان هكسين هكسان هبتين هبتان اوكتين اوكتان نونين نونان ديكين ديكان. اليوم الحلو ده من الحاجات برضو اللي واخده اكبر من حجمها عندنا هنا في مصر وهي بتوع اللايفات. هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ انا اول مره بجد اشوف شحات ماشي في الشارع ببادي جارد. ايه خايفين من ايه؟ لا بجد انا بسالكم، خايفين من ايه؟ خايفين حد مثلا يسرق منكم الدعم؟ والعجيب اصلا ان اعلى واحد عندهم دلوقتي هو كروان مشاكل. يعني لك ان تتخيل ان في مجموعه من البشر بيترأسهم كروان مشاكل. انتوا متخيلين بقى اللي تحتيهم دول في حته عامله ازاي؟ العشاء كام ركعه يا كروان؟ هتحصل يا متاحم 3 متاحم في ايه؟ وبعدين انا نفسي افهم ايه جاكسون ده ومين هاجر دي وليه انتم مديانهم اكبر من حجمهم. يعني هاجر سليم دي على حد علمي مفروض واحده متجوزه، لكن الناس عدت الموضوع ده عادي جدا وبقت تتعامل بشكل طبيعي ان في علاقه ما بينها وما بين الكلب بتاعها اللي هو اسمه جاكسون ده، ودي اقل كلمه ممكن تتقال عنه. انا بجد نفسي اعرف هي بتعمل فيه ليه كده؟ هي بتعاملك كده ليه يا ابني؟ يعني هل هي مثلا مهدداك بحاجه؟ اقول انا مش قادر انسى قبل كده انها تفت عليه في لايف ونزلت من الجست، قام جاكسون عامل كده ومسح التفافه. انتوا متخيلين يا جدعان بجد احنا وصلنا فين؟ انا عايز اعرف بقى انتم كجمهور ليه مدين الناس دي اكبر من حجمها؟ يعني ليه بتتعاملوا معاهم على اساس ان هم بني ادمين ومشاهير وبتروحوا تتصوروا معاهم والكلام ده؟ يا جدعان فوقوا، انتم ليكم قيمه عنهم، دول شويه شحاتين. بجد بجد توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. بلد فيها حكومة من حديد، والحكومة دي هي أنا.
وبرضه من الحاجات اللي واخده اكبر من حجمها عندنا هنا في مصر هي عمي. لا مش عمي انا، العم عموما. يعني ليه اول ما اتكلم عن المشهور المهمش اللي انت بتقدسه واقول بكل صراحه ان هو مش عاجبني وما بيعرفش يعمل فيديوهات، الاقي الواد اللي شبه الواد اللي بيقول لي انت ايه محتواك بيقول لي على فكره ما تتكلمش عليه فلان عمك. يعني ايه اصلا؟ وليه عمي؟ يعني ليه مثلا مش خالي؟ وايه المميز في العم عشان تعايرني بيه؟ طب فلنفترض ان عمي واحد بيتضرب على قفاه مثلا كده، انت المفروض بتهزق المهمش بتاعك. وعلى الناحيه التانيه بقى الخال، يعني ليه فلان عمك ولكن اول لما حد يقول لك انت مالك ليه الخال بيظهر في الوقت ده؟ ايه المفارقه الغريبه دي؟ انا مش فاهم. يعني العم عمل ايه والخال عمل ايه عشان يتحطوا في المناطق دي؟ يعني الخال يعتبر ما خدش حقه في الدنيا غير في ميمز الجيار. وبما ان انا ما عنديش محتوى زي ما اغلب الشباب المهمشين او المغيبين ما بيقولوا عليا، فقررت ان انا لازم الاقي شغلانه. وانا بقى عمال الف وادور على شغل، واحد صاحبي اقترح عليا ان انا اشتغل حلاق، ففتحت كده عشان اشوف شغل الحلاقين ومحتواهم. اكتشفت ان التيك توك حصل فيه انهيار بسبب محتواهم اللي ملوش لازمه، واكتشفت كمان ان المحتوى ده بيستهدف الاطفال وعرسان الجنه وفانز كرهان مشاكل وعبيد حليب الشعب. لكن بالنسبه لاي انسان طبيعي وعاقل ده محتوى ملوش لازمه اساسا. وبما ان كل راجل ناجح لازم يبقى ليه قدوه يقتدي بيها، فانا اخترت ان النرويجي يبقى قدوتي. ولكن النرويجي اكتشفت ان عنده مشكله صغيره كده وهي التروما. التروما دي بقى بتجيله من الشعر الويفي. لما حد بيطلب منه انه يعمل له شعر ويفي بتظهر الاثار الجانبيه بتاعت التروما دي وبتخليه يتعفرط ويبقى يعمل كده ويمسك المكنه يرميها في الارض وبتخليه يعمل حاجات غريبه كده. يعني انا اخر مره شفت الحاجات اللي هو بيعملها دي كانت في تمثيل حليب الشعب حمو بلال. كده المفروض تكون عرفت اساسيات الشغلانه، ان لما يجي لك زبون عايز يعمل شعره كيرلي او ويفي افشخه. وده تقريبا اللي الواد ده عمله بالمعنى الحرفي. يعني الواد ده فهم حرفيا انك لازم تفشخ الزبون. وانا نفسي افهم بقى ليه كل شويه الواد ده عمال يكسر مشاط. يعني هل دي مثلا حاجه بتضحك؟ او انا مثلا كزبون لما اشوفك عمال تكسر الامشاط في شعر الزباين، هل دي حاجه هتشجعني ان انا اجي لك؟ شفتوا تكبير المواضيع وصل لفين عند الحلاقين؟ واحد بقى يتجنن من الويفي والتاني عمال يكسر الامشاط في شعر الزباين. واخر حاجه واخده اكبر من حجمها معانا في فيديو النهارده هي الفيسبوك، التطبيق اللي ابويا وابوك وعمي وعمك وجدي وجدك شايفين انه افخم تطبيق عرفته البشريه. فخامه متربي على الاصول، فخامه اللي يقول التطبيق اللي لو في لسه شاب بيستخدمه في وقتنا ده معظم الشباب اللي حواليه هتشكوا في قدراته العقليه. بجد الفيسبوك ده اوحش من الحبس. لا بصوا هو مفيش حاجه اوحش من الحبس، بس هو اتحط في نفس الفئه. يعني لان الناس اللي فيه فاكرين ان هم اذكى ناس على الكوكب وهم اساسا مش موجودين معانا. يعني لما بنيجي نعمل احصائيه لاي حاجه مثلا مش بنحسبهم. يعني اول ما تفتح فيسبوك كده هتلاقي واحد ماسك لك كوبايتين وبيخيرك تختار الخمر ولا ماء زمزم. وطبعا انا عملت حلقه بتكلم فيها عن الموضوع ده، ممكن ترجع تشوفها. ولكن انا شفت ان الموضوع واخد اكبر من حجمه قوي فقررت اجيب سيرته في الفيديو ده. يعني بجد هل ممكن ان في انسان بالغ عاقل يختار الخمر حتى لو هو بيشربها؟ يعني هل في واحد مسؤول يقدر يفتح بيت ويبقى عنده اسره واولاد ويوتيوبرز في المستقبل ان هو يجي يسالني سؤال زي ده؟ طب هو هنا بيبقى مستني ايه؟ يعني انا مثلا لو اخترت الخمر هيبقى ايه رد فعله في الموضوع؟ وبما ان اغلب مستخدمين التطبيق ده مشكوك في صحتهم العقليه فاكيد هم السبب ان واحد زي ده يبقى مشهور. الشخص اللي انا قصدي عليه اسمه عبد الله الالفي، عنده 2,700,000 ومتابع شخصين بس. ولو جيت دخلت على الشخصين اللي هو متابعهم هتلاقيه انه متابع نفسه مرتين. يعني حاجه كده لما تجيب فيشه المشترك وتحطها في مكان في المشترك نفسه، لما نيجي نبص على البايو بتاعه هتلاقيه كاتب انا موجود هنا عشان ابسطكم. فانا شايف ان في هنا خطأ املائي. تم التعديل. الواد ده تقريبا بيستغبى اي حد عنده. يا جماعة صوتها الله أكبر، هي مش حاسة إن هي بتغني أصلا. أنا هقعد جنبها دلوقتي. يعني دلوقتي فلنفترض إن البت اللي لابسة سماعة مش سامعاها عشان هي لابسة سماعة، البت التانية بقى اللي قاعدة بتاكل دي مش سامعاه ليه؟ يعني أنت مستغبى كل الناس كده؟ ما كملناش هي اختارت كده، قالت لي هواك
البت اللي كانت قاعده ورا سابته لما عدى من جنبيها وظهر من الحيطه واتكلم وعلى صوته وقال البت دي بتغني وصوتها حلو. كانت عامله نفسها اللي هو انا مش هنا، انا باجورها يا جدعان. لكن اول لما البت التانيه بدات تغني اتحركت وقال ايه ده بقى، دي صوتها حلو دي بقى ولا ايه. وبعدين برضو البت اللي بتغني كانت باصه كده، اول لما هو جه قعد جنبيها بقت باصه كده، وايه ده انت جيت قعدت جنبي، يلا انا هبدا تصوير اهو، يلا قول للمصور يلا 3 2 1 تيرورور. هو الله يا فنانه، الله قلتها زمان وهرجع اقولها تاني لحد ما تتنفذ، توقفوا عن جعل الحمقى مشاهير. وبس كده، بكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو انت وصلت معايا للنقطه دي فانت اكيد طبعا شخص بتفهم، وطبعا يعني مش لازم اقول لك ان انت اكيد لازم تكون حطيت لايك وعملت اشتراك في القناه، لان الحاجات دي اي حد بيفهم بيعملها، فانا مش محتاج افكرك ان انت عشان تكون شخص بتفهم لازم تكون عملت الحاجات دي. وما تنساش برضو تكتب كومنت كده برايك في الفيديو. وبس كده، انا شادي جن، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.